السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ آه انا من عشاق الرقاق، سواء كان باللحمه او بالسكر واللبن. انا بحبه جدا، وما بقاش عندي مشكله، ولا راح اشتري رقاق ولا كلام من ده. على طول اروح مطلعه كوبايتين دقيق او 3 كوبايات بالكتير، واروح عاملاه. بس انا ما عملتهوش معاكم المره دي، لاني عاملاه معاكم دلوقتي كذا مره، هتلاقوها عندي على القناة. هتشوفوا بعمله بمنتهى السرعة وبمنتهى السهولة. وقت ما أنا حابة أعمل رقاق، بقوم كده أطلع كوبايتين دقيق أو 3 كوبايات دقيق بالكتير، وأروح شغالة على طول. وعندكم الطريقة ومية مية وناجحة، وبسم الله ما شاء الله حلوة جدا. فأنا دلوقتي كان نفسي في رقاق بقى باللبن. أنا بحب أوي الرقاق باللبن، زي ما قلت لكم بحبه كده أو كده، بس أنا بحب كمان الرقاق باللبن، وولادي يحبوا جدا. أول حاجة رحت جايبة صينية كده. انا طبعا عملته، يعني انا عملته قبل، بس طبعا ما صورتوش معاكم زي ما قلت لكم، عشان انا مصوره معاكم كتير، فما صورتش معاكم. بس عجنت العجينه وسبتها ارتاحت، وعملتها وركنتها على جنب. على طول كده جبت صينيه ودهنتها سمن، دهن كويس قوي قوي، طبعا لازم تدهن سمن كويس قوي. اللهم صل على سيدنا محمد. ودي الصينيه اللي كنت بسوي عليها الرقاق. نزلت فيها حوالي كوبايه ونص من اللبن كده بقشرته بحاله. انا جايبه لبن بلدي، اللهم صل على سيدنا محمد. واحط عليه حوالي 3 معالق سكر، حوالي 3 معالق كبار كده من السكر. السكر ده طبعا حسب الرغبة، حد بيحب الحاجة حلوة قوي، حد بيحبها متوسطة، حد مش بيحب الحاجة المسكرة. ده السكر بيبقى يعني حسب الرغبة. اللهم صل على سيدنا محمد. قلبت بقى السكر، اللبن دافي، قلبت السكر فيه كويس قوي، افضل اقلبه كده لحد ما احس ان السكر فعلا داب فيه. وجبت بقى الرقاق بتاعي اللي انا عاملاه الجميل دوت، الصغير ده اللي انا عاملاه. دي الصينيه اللي انا بعمل عليها، فبعمله على قد الصينيه اللي انا هسوي فيها. زي ما انتم شايفين كده، كان لسه طازه، يعني هو رقاق ناشف، بس كان لسه ملحقش يعني حتى يتهوى قوي، لسه طازه انا عاملاه. تحفه، بسم الله ما شاء الله، ولا مشكله بقى، ولا فلوس ولا كاني ولا مني. وقت ما انت ما عايزه بتقومي تعمليه على طول. والطريقة عندك يمكن أنا عاملاها مرة ولا مرتين على القناة ولا أكتر من كده. سهلة وبسيطة، وفي ثواني هتعمليه، ومن غير إرهاق، لأن ما بعملش كمية كبيرة. أنا بعمل على قد الصينية اللي أنا عايزاها وبس. يعني حتة العجينة بعملها بقسمها 8 أو 9 رقاقات وخلاص على كده، وبسويهم بعملهم بسرعة، وبعمل بيهم الصينية اللي أنا عايزاها، سواء كان حادق أو حلو. المهم، اللهم صل على سيدنا محمد. عملت 4 رقاقات، اشطفهم كده باللبن والسكر ده زي ما انتم شايفين كده، اللي كان دافي. وادهن كل واحده بالسمن، كل واحده بتدينا بالسمن لوحدها، يبقى عامل كده بسم الله ما شاء الله زي الفطير مشلتت. بتحطي بقى في الوسط اي حاجه انت حباها. انا بصراحه ما كانش عندي حاجه في الوقت دوت غير جوز الهند، حطيت شويه كده من جوز الهند، عليهم شويه من السكر، وخلاص على كده. وبتبقى والله جميله. يعني انت عندك مكسرات، حطي اللي انت عايزاه تحطيه، حطيه في الوسط. ممكن في ناس بيحطوا كاستر وبيبقى جميل برضو جدا. يعني انا ده اللي كان عندي وقتها، مشيت حالي لان انا كان نفسي فيه وقتها. رجعت زودت بقى، حطيت شوية سكر فوق الوش كده. وبعدين هعمل الأربعة التانيين بنفس الطريقة، أبلهم كده في الحليب أبو سكر وأحطهم عليه. ما تنسوش اللايك يا جماعة، طريقة ما فيش أبسط من كده. ما بحبش احط السمنه جوه اللبن، يعني بحس ان كده في في الحلو بتبقى افضل، يعني في الرقاق اللي هو الحلو. ما بحبش احط السمنه جوه اللبن، كده بحس انها شربت اكتر لما بحط على كل رقاقه لوحدها. طبعا عشان الرقاق الناشف دوت، يعني عشان يخش جواه بقى اللبن اللي انا هحطه تاني. فعشان كده بقطعه الاول، انت حابه تقطعيه زي ما انت عايزه حابه، بس هو الافضل طبعا ان هو يتقطع قبل ما يخش الفرن. والرقاق الناشف ميزته ان هو بسم الله ما شاء الله ما بيعجنش، ما تلاقوش كده معجن من النص والحاجات ديت. الرقاق الناشف حلو قوي، حلو بيبقى يعني بصراحه. انا بفضله عن الرقاق الطري في الصواني. الرقاق الطري جميل بقى لو عملتيه اي حاجه تانية، في الصواني برضو بيبقى حلو، بس يعني انا بفضل الرقاق الناشف في الصواني اكتر. بقيت اللبن اللي عندي كده رشيت منه كام معلقه كده عليه،
على على الصينيه بعد ما قطعتها. وبعدين همسك بقى، انا مقطعاها بالطريقه ديت اللي هي المثلثات ديت، انت عايزه تقطعي قطع عاديه انت حره بالطريقه اللي تعجبك. وبدهن كل واحده كده، كل مثلث كده بدهنه سمن عشان يطلع كده محمر وجميل من الفرن. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، تاكليه بقى تحسي والله بجد انك انت بتاكلي فطير مشلتت من جماله. طبعا السمنه لازم يبقى في كل حته كده عشان ناخد اللون الجميل اللي هنشوفه دلوقتي. اللهم صل على النبي. شايفين الجمال يا جماعه؟ بحاول اضغط بايدي كده، بدخل اللي في الجناب دوت، ادخله بقى على فرن 180. بصوا طالع شكله ايه ده كده من قدام، هوريهولكم كمان من ورا شكله ازاي. معلش انا كنت سابقه كده. دي نص كوبايه لبن متلجه ديت بقى عشان هو كده استوى. دي نص كوبايه لبن وحطيت فيها معلقتين كبار سكر ودوبتهم، حطها عليه كده وخلاص. انا طفيت الفرن، مش هشغل الفرن تاني. سيبيها على الرخامه او دخليها الفرن مش مشكله، بس المهم وهي سخنه كده تغطيها، تقوم شاربه اللبن بالسكر ده وتبقى حاجه كده تحفه تجنن. ده وشها، ولسه هوريكم ظهرها شكله ايه. اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ حاجه عسل. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه كده وتفعيل الجرس. بصوا بقى يا جماعه، بصوا الجمال. اللهم صل على النبي. ده ظهرها، شايفين مستوي وجميل ازاي. عايزين تعملوه على البوتاجاز اعملوه، عايزين تعملوه في الفرن اعملوه. هرجع اعدلها بقى تاني اهو. حاجه تحفه وحاجه قمر كده، وبسلكها بس كده. ممكن تسلكيها كده بالسكينه، ممكن تسلكيها بمقص وتطلعي بقى القطعه. بسم الله ما شاء الله، وكله بقى وبألف هنا وشفا. شايفين؟ انا بعد ايدي عن الكاميرا، معلش يا جماعه. ممكن برضو تحشيها نوتيلا، معلش ايدي بعيدة عن الكاميرا شايف مش جايبة قوي وانا بقى. شايفين طري وجميل ازاي؟ حاجة تحفة بسم الله ما شاء الله، تحفة. اللهم صل على النبي. يا رب يعجبكم ان شاء الله واسمع رأيكم، وتصبحوا على الف خير. كل سنة وانتم طيبين.